انا بالنسبه لي بدي اعلق بس على كلام الاخت اللي كانت عم تحكي تحت من شوي. كلامها مضبوط مليون بالمية. نحن ما مستنين، لا من عرعور ولا غير من عرعور من الانتهاك، بس في عنا عالم برا هون قاعدة بين المدنيين شايلين سلاح، هن عبء الثورة، مالهم وهن لصوص. كمان عندنا التشريع اللي عم يصير في المناطق الشرقية سلمية وغير سلمية، واعتقال النساء، هاي مو مرجع. هاي بتمنى كل واحد من شايل سلاح، اللي شايل سلاحه انت مالك في داعي واحد يقول لك طالع جهاد، سلاحك هذا لازم يتوجه للداخل. بكرر ممنوع اي واحد يتوجه لتشجيع السيارات، اغتصاب النساء يعني نحن ما فرقنا عن بشار ناس تشيل نوب. الحادثه اللي صارت بسلميه، اهل سلميه عم يقدمون الاكل والشرب والمعونات، هذا شيء فرجع الثوره لورا مو لقدام. بتمنى من الكل اللي ناوي بالفعل يجاهد، فجهادك مو هون بين الناس المدنيين، هو خطر على المدنيين، خطر على المدنيين. بتمنى يفرجيني حاله جوا. والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. بيان لقياده لواء رجال الله. انا الملازم اول سلام محمد سعيد عبيد، الناطق الرسمي للواء رجال الله. اخوتنا في سوريا الحبيبه، اخوتنا في السلاح في الجيش السوري الحر، نهيب اليكم ما يلي. بعد التحقيقات والاجراءات بخصوص اغتيال الشهيد قائد اللواء رجال الله النقيب امجد حميد، وبعد عجز النظام عن الشهيد البطل، تبين لنا وفقا لكلام الشهود واعترافات عدد من المتورطين بالعمليه الذين تم اغراؤهم بالمال ان لؤي الزعبي هو وراء هذه العمليه النكراء، وذلك بعد اكتشاف سرقته وفضحه من قبل النقيب الشهيد امجد حميد قبل ايام من اغتياله. والان نعد كل من كان له ضلع بهذه الجريمه بالعقاب لشخص كل واحد منهم فقط، ونتمنى المساعده من اخواتنا بتسليم هذا المجرم باسرع وقت ممكن وعدم الدفاع عنه، لان عمله المشين لا يمت للاسلام بصله. فباسمنا واسم حركه الرديف الثوري واهالي مدينه الرستم نعد كل من شارك في هذه العمليه بعقاب وخيم، ونحذر من اي عمل غبي تجاه الامين العام لحركه الرديف الثوري ابو عبد الرحمن. واخيرا نقولها وبوضوح، نحن من نمثل انفسنا في الداخل، وحركه الرديف تمثلنا سياسيا بالخارج، ويمكن التواصل معنا عن طريق الصفحه الرسميه للواء رجال الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.